تدفع مبلغ كبير في عطر قديم ولا تستخدم عطر فيه فخامه العود الحي؟ دلوقتي انا بتكلم على عطر M7 من ايف سان لوران. طبعا العطر ده من العطور القديمه اللي ناس كتير جدا بتتهافت انها تشتريها، وسعره بالمناسبه مش رخيص خالص. انا هرش العطر ده وهقول لكم يعني ايه اللي ممكن تعمله. طبعا ريحته جميله، يعني عطر فيه عود وعنبر وفيه نوتات كده من التوابل بسيطه جدا، ولكن تحس انه عطر قديم بتاع حد قديم جدا، حد فعلا تحس ان هو من اجدادك. ولكن بقى تستخدم عطر فخم انيق فعلا في منتهى الجمال زي عطر العود الملكي من العربيه للعود. طبعا العطر ده من افخم واجمل عطور اللي وظفت نوتة العود مع ورد بشكل غير طبيعي. عطر يستحق كل مليم بيدفع فيه، فعلا من العطور. الله 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 على الجمال لهذا العطر، فعلا من العطور اللي تستحق انك انت تشتريها. وفعلا شايف ان ده خلاص راحت عليه، هو من العطور الجميله الكلاسيكيه. لو انت من الناس الكوليكتور هاته، ولكن لو من الناس العاديه اشتري ده من غير ما تفكر.